لا بصراحة أنا مش فاهم اللي كان بيلعب ده الزمالك ولا ريال مدريد؟ اللي كان بيلعب ده الزمالك ولا برشلونة؟ اللي كان بيلعب ده الزمالك ولا مين؟ بس اللي كان أنا عاوز أفهم. أنا قبل ما المباراة تبدأ أنا قلت المصري ده أقوى هجوم في الدوري كله، في الفرقة كلها. المصري رقم واحد. يعني الزمالك هيعمل مع المصري إيه؟ أتفاجأ ان الزمالك جايب لاعب اسمه خوان الفينا زي الفريره، ما بيثبتش. لا تقول لي بقى زيزو ولا تقول لي امام عاشور، انا بقيت هتجنن. هجوم دفاع، هجوم ودفاع، لا في حاجه غلط. لا والله عمر جابر ما كانش عمر جابر النهارده، ده كان محمد صلاح، ده كان عمر مرموش. لا مش كانش عمر جابر، ده عمر جابر كان عمر مرموش النهارده. المباراة دي واحدة من أقوى المباريات من بداية الدوري. الدوري بدأ بقاله قد إيه؟ من أول ما الدوري بدأ لحد الآن هي دي المباراة القوية. لا تقول لي بقى لا ده ولا أقوى هجوم ولا أقوى مش عارف إيه. الزمالك النهاردة بيرعبهم. الزمالك بيقول لهم أنا بقيت رقم واحد في الدوري، حصلوني هاتوني. مفيش كلام يتقال. الزمالك النهارده بيلعب بنظام وطريقه. انا راجل يعني بسمع الماتش شغاله هو والله على الموبايل. ف انا قبل ما يبدا قلت يا الزمالك هيتهزم 1-0، هيتعادلوا 1-1، 2-2. ده المصري برضه ما هو سهل يا جماعه، المصري ما هو سهل. اتفاجئ ان نادي الزمالك النهارده ضاغط على المصري. المصري يرجع يهجم، الزمالك يرجع يدافع. الزمالك يهجم، المصري برضه بيدافع بصراحه. بس في الشوط الثاني الموضوع اتغير خالص. لا بصراحه النهارده الزمالك لاعبين كله اللي في الزمالك النهارده عملوا مباراه تاريخيه، مباراه مش هتتنسى. خوان الفينا وعمر جابر، واللقطه بتاعت حسام عبد المجيد هو ومحمد هشام. بصراحه حسام عبد المجيد ما يستحقش انذار، لان محمد هشام لاعب المصري ماسك عمر وحاضن عمر ومكلفت ايديه في عمر. يا عم ما تسيبه، وماسكه مش عاوزه يدخل منطقه خط 18 خالص، واداله انذار. الحكم هو التحكيم كويس، بس برضه ما كانش احسن حاجه من وجهه نظري. اما من الزمالك، لا الزمالك لعب مباراه قويه جدا. الزمالك النهارده بتشكيلته، يعني عدي الدباغ او عدي مش عارف اسمه اللي جاب هدف، عمر جابر ضربه جزاء جابها اسمه ايه ده، يعني كل الصفقات الجديده اللي مع نادي الزمالك دخلت اهداف. عبد الله السعيد جه في ضربه الجزاء، جاب ضربه جزاء، خدت الكره ودخلت بالحارس بتاع المصري. مباراه ايه الجمال ده. انت يا زمالك بتقول للجمهور انا بستعيد، انا برجع، انا بعود. انا مباراه كل الصفقات الجديده اللي جايه تقريبا مش بمليارات ولا نادي المليارات ولا نادي الملايين، ده صفقات جايه ببلاش بارقام قليله جدا، بمبالغ شويه خالص. يعني مش صفقه جايه بمليون دولار و2 مليون دولار، والقران حاجات لا تذكر. وشايفين بيعملوا ايه، قاتلين نفسهم يا راجل. ده لدرجه المعلق خلاص في الدقيقه 80 عمر جابر بيجري وبيحاول وبيعافر. يقول له هو انت لسه متبدل يا عمر جابر؟ هو مش عمر جابر ده كان بيلعب معانا من شويه؟ مش عمر جابر مكمل معانا في الشوط الاول؟ مش متخيل لاعب لحد الدقيقه 80 اكنه لسه نازل من 5 دقايق. بصراحه الزمالك النهارده عمل واحده من اجمل المباريات في الدوري المصري كله. مباراه كده جميله، فيها قوه، فيها اراده، فيها عزيمه. بتقول للدوري المصري وبتقول لكل الانديه اللي بتواجه الزمالك انا هتهزم مره بس هقعد 10 مرات. مش بلاش نقول 100 مره بقى، لان هو الدوري ما فيهوش الا بتاع 15 20 مباراه. فالزمالك لو وقع مره بيرجع الثانيه والثالثه والرابعه. المباراه اللي احنا شفناها النهارده دي اكن الزمالك كده بيقول لنا لا ده انا هفضل اعود واعود 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 واعود. مباراه يا راجل ابداع. ايه ده، دفاع، خط وسط، هجوم، الصفقات الجديده خوان الفينا، عدي الحته اللي بعد الدباغ دي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله السعيد، اللعيبه كلها. ولا دونجا، هو دونجا
والله يا دونجا كنت ظالمك. دونجا النهارده مقطع نفسه، قاتل نفسه. لا لا لا، وفي لعيبه انا مشكلتي ان انا بنسى بسرعه. لعيبه النهارده لعبت، ولا اسمه إيه التاني ده؟ اللهم ذكرني ما نسيت، اللهم ذكرني ما نسيت. عمر واسمه عمر برضه. عمر ايه؟ انا عاوز بس اجمع يا جماعه. المهم الدفاع، الهجوم، الشراسه، الاراده اللي في النادي. بصراحه انا مش هشوف مباراه تانية زي دي. اكيد الزمالك هيعمل مباراه اقوى من دي، بس مباراه زي دي ما اعتقدش، لان الشراسه والهجوم ده هم كانوا واخد. مش فاهم. مباراه جميله، ومبروك للزمالك وهارد لك للنادي المصري. المصري اقوى هجوم في الدوري، والزمالك النهارده خلاه اقل هجوم في الدوري من قوه الشراسه واللعب وي الى اخره. تنساش بقى لايك واشتراك عشان تشوفني تاني. اعمل له لايك ومتابعه عشان تشوفني تاني، والسلام عليكم.